التشكيل المتوقع بالنسبة لنادي الزمالك. آه، طبعا محمد عواد، حارس مرمى، عمر جابر، يمين، حسام عبد المجيد، ستوبر، الونش، ستوبر، بن تايك، باك شمال، محمد شحاتة ودونجا، وقصادهم عبد الله السعيد وزيزو ناحية اليمين، والجزيري وشلبي. ده التشكيل المتوقع. تمام. والتشكيلة دي اللي هي طريقة 4-2-1-3. يعني انا ما اتمناش ان هو يبدا بالتشكيله ديت في ماتش الاهلي، لاسباب كتير. اولها عدم الاستقرار الفني اللي في الفتره الاخيره، لان احنا غيرنا 3 مديرين فنيين في فتره قصيره قوي. فالاستقرار الفني ده مهم جدا للفرقه، ومهم جدا ان المدير الفني يبقى فاهم اللعيبه بتتحرك ازاي، بتلعب ازاي. وفي حين بقى الناحيه الثانيه الاهلي مستقر فنيا بقاله فتره، الكولر واصل لغايه الناشئين، عارف هم بيلعبوا ايه. فالموضوع مختلف عننا، فكنت اتمنى ان هو يبدا بخطه مختلفه شويه للتامين الدفاعي وعدم استقبال اهداف كتير. يعني لو الماتش يطلع تعادل او هدف يعني واحد كفايه، بالطريقه اللي انا عايز اقولها دي. هو يبدا ب 5-3-2. كويس. 5-3-2 دي هتبقى يعني يعتبر لما الفريق شويه وعدم استقبال اهداف كتير. ممكن يحط عمر جابر يمين، وثلاثه ستوبر. عندنا احمد حسام اللي هو الوافد الجديد، والونش وحسام. ونش بيلعب حته الليبرو دي بيلعبها حلو قوي، وحسام عبد المجيد واحمد حسام معاه، ومع الشمال بنتايك. وفي الوسط يبقى في 3 شحاته ودونجا وعبد الله السعيد، وقصادهم يبقى 2 زيزو عبد الله السعيد. بصراحه يا كابتننا يعني وسيف الجزيري. نتكلم بجد بقى في حته عبد الله السعيد. عبد الله السعيد يعني انا شايفه من امهر اللعيبه فعلا في نادي الزمالك، واللي فعلا من ساعه ما جه حقق انجازات كتير قوي لنادي الزمالك. واداؤه بصراحه يعني رهيب، بسم الله ما شاء الله. احنا بنتكلم في لاعب عنده 40 سنه النهارده. ايه يا كابتن، ما انا بلعب وانا عندي 42. في ايه المشكله؟ يا كابتن شيبه كده عبد الله السعيد مش هيجي جنبك حاجه. فان شاء الله يعني انا اتمنى ان الزمالك يبدا بالتشكيله ديت الاضمن والاحسن في الوقت دوت. ان باسيرو برضو مش هنقدر ان احنا نظلمه دلوقتي، فاحنا عايزين يبقى بادئ بخطه فيها تامين اكبر، لان الاهلي متوهج فنيا دلوقتي. أكيد. مع وجود اللعيبه اللي هي جت جديد، فاكيد الاهلي هيبقى احسن كتير في الفتره ديت من الزمالك. ودلوقتي برضه يا كابتن شريف، انت بنتكلم برضه في مشوار الاهلي والزمالك في الدوري دلوقتي. الاوضاع برضه فيها تنافسيه عاليه قوي، بدليل ان الاهلي هيدخل المباراه دي، مباراه القمه دي. وصف الجدول ليها ترتيب يعني في ترتيب الدوري احنا بنتكلم في 32 نقطه دلوقتي للنادي نقط، وبعد الخاصه 14 مباراه خاصه بالزمالك، بالاهلي اسف، اللي حقق 14 ماتش فوز لحد دلوقتي كده. وبنتكلم في 9 مباريات 9 مباريات تعادل. اسف انا عايز اعيد الحته دي تاني. ماشي وانا هقطع. قول لي. مشوار الاهلي طبعا يا كابتن شريف مع الزمالك في الدوري المصري، احنا بنتكلم مثلا الماتش اللي هنلعبه القمه ده ماتش بالنسبه قمه لكل الناس وكل العالم. طبعا وصفه في الجدول الترتيب دلوقتي بالدوري بالنسبه للنادي الاهلي 32 نقطه. بنتكلم المفروض ان هو خضع ل 14 مباراه النادي الاهلي، 9 مباريات فوز لحد دلوقتي، والتعادل 5 مباريات. وطبعا بينهم الزمالك يجي في المركز الثالث برصيد 27 نقطه بعد فوزه ب8 مباريات، تمام، وتعادل 3 وخسر 3. فانت شايف كده يا كابتن شريف، يعني كمان وجهه نظرك ان بنتكلم الزمالك كسب 8 ماتشات وتعادل 3 وخسر 3، هل الماتش ده هيبقى عامل اساسي للزمالك ان لازم يكسب بفرق نقاط كتير؟ نقطة تحول يا كابتن يسري. يعني انا اتمنى يا كابتن شريف اني بكل صراحه، يعني انا كاهلاوي اتمنى ان الزمالك برضه يكسب الحته دي، يكسب النادي الاهلي. انا هكون صريح معاكم، مش هنقول برضه احنا قايلين بدون تعصب. وانا كراجل اهلاوي مش هقول ان لازم الاهلي يكسب كل الماتشات. انا برضه عايز الزمالك. انا ماليش في الدوري المصري ماليش منافس غير الزمالك عشان اكون صريح.
بنتكلم طبعا، مش هنقول بيراميدز، الاسماعيلي، الاتحاد، الناس دي كلها فرق تقيله قوي ونوادي عالميه، بس انا منافس ليا نادي الزمالك. احب ان انا اكسب نادي الزمالك، ولكن برضه احب اخسر منه عشان التنافس بالنسبه لي بيبقى عالي قوي. ببقى بتمنى الماتش اللي بعديه يبقى فيه اراده عاليه من اللعيبه تأدي اداء. واتمنى برضه ان الاهلي اكيد يكسب ماتش زي ده عشان خاطر ادعم نفسي بكمان 3 نقط، واوصل ل 35 نقطه في الدوري. طيب ان شاء الله باذن الله الماتش يطلع جميل وما فيهوش اي نوع من انواع التعصب. اتمنى ذلك. ونهدى يا جماعه شويه على السوشيال ميديا عشان خاطر الموضوع مش مستاهل كل اللي احنا بنعمله خالص. هو الموضوع في الاول في الاخر ترفيه. اكيد. توقعك يا كابتن للنتيجه وتتمنى ايه؟ توقعي للنتيجه طبعا اكيد 3-1 للنادي الاهلي. لو هنقول زي ما قلنا، وسام ابو علي هو اللي هيبدا. وسام هيجيب جون، وامام طبعا لا محاله عليه هيجيب جون من بره ال 18 برجليه الشمال، عشان دي هتبقى تاني هدف هيجيبه برجليه الشمال. واتمنى بقى الماتش الثالث يبقى لحسين الشحات زي المعتاد بتاعه مع نادي الزمالك. ان شاء الله باذن الله. وتتمنى بقى النتيجه تبقى كام؟ طولة التوقع. اتمنى ان النتيجه يعني تكون تخلص على 2-0. يعني دي اتمناها، لكن توقعي كده يكون 3-1. تمام. بالنسبه بقى لنادي الزمالك، انا يعني اتوقع ان الماتش هيطلع يعني خساره للزمالك 1-0 بس كفايه. مع التشكيل اللي انا حاطه، اللي يعني لو حط الخمسه يعني بقى ده 5-3-2 التشكيل اللي انا قلتها ديت، هتبقى ممكن النتيجه تطلع تعادل، وده اللي انا بتمناه مش التوقع. يعني على كده برضه يا كابتن شريف، انت يعني احنا بنتكلم ان انت تتمنى التعادل، ولكن توقعك الخساره. توقعي علشان بقى التوقع ده بيتبني على اسس. اكيد. ما انا دلوقتي كنت عايز اعرف بقى منك يا كابتن شريف، ايه فكره توقعك ان انت مثلا هتخسر 1-0؟ عدم الاستقرار الفني يا كابتن يسري. الاستقرار الفني ده، انت شفت اخر 3-4 ماتشات للزمالك، الاداء الفني مزري جدا. احنا بنكسب بجوان ما فيهاش لعب وفن، ما مش اللي احنا متعودين عليه. احنا اهم حاجه بالنسبه لجماهير الزمالك ان احنا بتتفرج على ماتش وتستمتع بيه وتستمتع ككوره. هو ده اللي بنحيي، يعني جماهير الزمالك بتحبه. غير كده احنا ممكن نقول لا دي الفرقه وحشه، الفرقه تعبانه، الفرقه عايزه تغير من لعيبه او مدير فني. فهو دوت. لا، عشان كده الوضع اللي احنا فيه انا توقعت ان الخساره هتبقى ممكن 1-0 بس. واتمنى التعادل لو باسيرو بيسمعني دلوقتي ويحط التشكيل اللي انا قلت عليه. وانا اتمنى برضه كولر ان شاء الله يحط التشكيل، يبتدي باشرف بن شرقي ويبتدي بوسام. يعني دول اهم 2 عندي يبتدي بيهم، علشان خاطر ابتدي ان انا في بدايه الماتش احرز اول هدف في اول 5 دقائق. اتمنى ذلك باذن الله. ربنا ينولك اللي في بالك ان شاء الله. متشكرين ليكم. ولايك كومنت شير، ويا رب الفيديوهات بتاعتنا تعجبكم ان شاء الله.